السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال، ورمضان كريم. باللي كنتمناو ان شاء الله. هذا الفيديو البنات درتو خصيصا للمبتدئات اللي عندهم بزاف ديال التساؤلات. علاش البريوات ما كيشربوش ليا العسل؟ مع المده كينشفوا ليا، الورقه كترجع قاصحه، العقده ما كتجيش معلكه. المهم هاد التساؤلات كلها تبعوها في هذا الفيديو. بزاف ديال النصائح اللي غتنفعكم باش تنجح لكم البريوه. اول حاجه العقده، الا بغيتوا تعرفوا شنو درت فيها رجعوا للفيديو اللي درته العام اللي فات. راني دايره يعني من الاول كيفاش طحنت اللوز وكيفاش هذا. المهم هنايا انا كندير العقده ديال نص خضر ونص مقلي على المهل وتيكون مقرمش باش كيجي لذيذ، مع 300 غرام ديال السكر سنيده كنطحنها مزيان. ولكن السر باش تجيكم هكا معلكه فاش تكونوا كطحنوها الا كان اللوز ناشف كتزيدوا واحد شويه ديال المزهر ولا شويه ديال الماء باش ما تطلق لكمش الزيت. وهذه نقطه مهمه بزاف باش تجيكم هكا العقده معلكه. صافي، سواء طحنتيها في الدار ولا طحنتيها عند دوك الناس اللي كيطحنوها برا. المهم ملي كنجيبها انا للدار كنزيد شويه ديال المسكر حره، شويه ديال القرفه، الزبده ديال العبار، وكنعركها مزيان على البوطاجي. صافي، وكنخليها على جانب. هنا الورقه البنات ضروري تكون رقيقه، يعني كاينين العيالات اللي كيصوبوها في الدار ولا هذيك ديال البخار. كاينين محلات كيبيعوها ديال البخار حتى هي راه كتكون زوينه بزاف. الا ما عندكمش يعني كاع اضطريتوا انكم ما عندكمش منين تجيبوا الورقه رقيقه كتشريو هذيك الغليظه، ولكن خاصها تقلى على المهل بزاف، يعني تعطيوها الكانه وتدهنوها بشويه ديال الزيت. هذا ما كان مهم. هنايا قطعت الورقه ديالي وكنغطيها بالسلوفان ودريره باش ما تقرمش ليا لانها راه رقيقه. صافي، وهنا غادي نوريكم كيفاش كنطويوها باش ما تجيكمش في الجناب هكا خاويه وكتجي مفينيه وزوينه. المهم حتى هاد الطريقه هذه ماشي غتنفع غير الناس اللي هي في الدار زعما كتصوب هي مره، ولكن حتى تبارك الله اللي تيشدوا لي كوموند. هانتوما شفتوا كنشد هاد الطبيله هادي، راه عندي منين الذكريات منين بديت الخدمه ديالي ديال هاد الطبله وانا كنخدم فيها. كنستف هاد السميطات على الطبله كامله. وما تخافوش، ولكن خاصكم تزربوا شويه يديكم، يعني ماشي تكون يديكم ثقيله بزاف. وبلا ما كنكور ما كنحتاجش نكور اللوز، يعني هي تنشد هكا القياس في يديا ديال الاولى كنقطع بيديا. صافي كنبدا نحفظ داك الكونتيتي اللي كنقطع بيدي. صافي كنديرها على السميطات كاملين باش ما يشد لياش الوقت. سيرتو الا كانت عندكم بزاف لي كوموند 10 كيلو شحال قدكم تكوروا شحال فهمتوا، يعني كنختصروا. صافي، وهنايا هانتوما كي كتشوفوا كيفاش كنطوي كنشد الصبعي هذا اللي يدي اليسار هو باش كنكحز به اللوز للجنب الاول، وعاوتاني عاد كنكحز بجوج ديال الصبعان ديالي للجناب بجوج. وصافي كنبقى كنطوي وكتجي مفينيه هذه البريوه. قلت لكم الكعبه. البريوه كتجي مفينيه من الجناب وما كيجيوش خاويين وما كتجيش بحال مقوصه ولا هذا. المهم هاد النصائح. المهم هنايا الورقه راها مدهونه ناضيه، الا كانت غليظه او ناشفه كدهنوها بشويه ديال الزبده والزيت ولا غير الزيت. المهم اختيار لكم. صافي، هنايا ملي كنساليها كنخليها تنشف غير واحد شويه ماشي بزاف. وصافي، كاينين بنات اللي كيقولوا لي واش تبات في الثلاجه. الا كانت رقيقه البنات ماشي مشكل، يعني تقدروا تبيتوها هكا حتى لغدا لي الصباح عاد تقليوها. ولكن الا كانت غليظه كتفزر وكتخرج الزيت ما كتنجحش ليكم، كتعذبكم في القلي. المهم القليه البنات من كديروا الزيت ضروري يغطي لكم البريوات. ما ديروش داك هي شويه د الزيت وراه ما كتقلاش مزيان. ضروري يغطي شويه هكا البريوات. والعافيه مهله، هانتوما كي كتشوفوا العافيه مهله ومع التحراك المستمر، يعني ما كنهداش يدي، ما كندير حتى شي شغل من غير يعني هذا. ما كنديرش يدي هنا ويدي هنا، كنبقى مقابله غير البريوات حتى كتحمر اللون ذهبي باش كتبقى لكم مده طويله مقرمشه ما كتلوى ليكم المهم راه كنشوف انا بزاف ديال التساؤلات علاش لوات ليا البريوات، جاتني قاصحه دغيا نشفات لي من العسل. هذه اهم حاجه. والعسل خاصها تكون ثقيله بحال اللي وريتكم. راه كتبقى لكم يعني الطريقه ديالي اللي كنصوب ديال العسل بعدا كتبقى لي كتبري،
وراه بشهادة الناس يعني الحمد لله اللي كياخذوها من عندي، الحلوى ديالهم ولا البريوات ولا كلشي كتبقى يعني شاربة ليا، كتشرب ليهم المعسلات كاملين. وهذا هو اللي كاين. المهم هاد النصائح راه غتنفعكم ان شاء الله، وما كنحتاجش البنات نهائيا نخليها تبات في العسل، ولا كي كنجمع واحد الكميه كي كنقطرها ديك الساعات عفوا. هذا ما كان. المهم هذه هي الطريقه ديالي البنات ديال البريوات، والنصائح اللي عطيتها لكم لا ديال العقده ولا ديال الورقه ديال البريوات، كيجيو رائعين بزاف. وكنتمنى لكم التوفيق ورمضان كريم باللي كتمنوا ان شاء الله. وشكرا على المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله، نلقاكم بالف خير، الى اللقاء.